لما تبقى طول عمرك بتعدل لبراندات كبيره زي مرسيدس ولامبرجيني وفيراري وتقرر تجمع كل ده تضربه في الخلاط، يبقى اللي يطلع اكيد مش عادي، بجد مش عادي. اسمع الحكايه. العربيه دي اسمها برابوس بودو، ونزلوها تكريما لمؤسس الشركه بودو بوشمان لاول مره في تاريخهم. مش جايبين عربيه مرسيدس ومعدلينها، لا 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 لا، الجماعه بتوع برابوس هنا هم اللي صمموا وبنوا جسم العربيه دي كله من الكربون فايبر. شكلها هجومي وفضائي كانها عربيه باتمان، ونازله ب4 شكمانات مصنوعين من التيتانيوم بيطلعوا صوت يزعل الاسفلت. في وقت العالم كله بيقفل على المحركات الكبيره وبيتجه للكهرباء، برابوس قررت تصدم الكل وزرعت فيها محرك 12 سلندر توين تيربو بتطلع قوه واداء تخلي السوبر كارز يراجعوا حساباتهم تاني. البودو مش مجرد عربيه سريعه، ده استعراض عضلات من برابوس بتقول فيه للعالم كله احنا ما بقيناش مجرد شركه تعديل، احنا بقينا نصنع المستحيل لوحدنا. العربيه دي نازله بنسخ محدوده جدا وبسعر خيالي، يعني بالمستريح هتعدي ال1,000,000 يورو، فمش هتشوفها في الشارع الا لو كنت محظوظ وامك دعيانه، لانها معموله للمليارديرات، الناس اللي بتجمع تحف وعايز تمتلك حته من التاريخ في جزء المحركات. تفتكروا برابوس لو كملت في طريق تصنيع ممكن تقفل على مرسيدس وغيرها، ولا دي نسخه بتقول بيها للعالم بس احنا هنا وبس كده؟ لو بتحب حكاوي العربيه وتعمل لي فولو، انا عمر عباري، سلام.